ديال العائله كونيناف والحقد ديال الجزائريين على العائلات اليهوديه اللي تمارس عليهم اشد الممارسات قسوه في الجزائر، واللي باقيين حاليا كاينين عائلات جزائريه ماشي بزاف، عائله جزائريه يهوديه، ولكن هذه العائله ديال كونيناف اللي كان كيمتد يعني الجذور ديالها حتى الكرسي الحكم، وهما اللي كانوا كيحكموا اصلا الجزائر في ذاك الحقبه. وكاين اللي تقبض في السجن وزير الاقتصاد الجزائري انذاك فهمونا العسكر اللي هرب يحكمونا لفرنسا. عائله كونيناف. لا فهمونا يا العسكر والله كونيناف اللي يحكموا. انتم راكم متناقضين، تقول عائله كونيناف لا وراهي تحكم. لا واش ما كانش معليش عائله دقيقه كونيناف؟ دقيقه لا 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 دقيقه. لا حيت سمع عائله كونيناف هذه اقوى من العسكر. معليش بشوي برك. هل لا عائله كانت كونيناف اقوى من اسمح لي الجيش؟ اسمح لي كانت عندها 60% من الثروات، 60% من الثروات ديال الجزائر، وهما اوكي كانت نتفق عندهم معاك. معليش نتفق نعم. معاك. هل عائله كونيناف اقوى من الجيش؟ خيركم تقولوا عندنا نظام عسكري ونظام مستبد ونظام لا في اطار ديكتاتوري. ودابا خلي دابا معليش دابا هو تيدير واحد المداخله هضرنا على لازم ما الجواب، جاوبوا على هادشي اللي معليش. كيقول هو، سينو نحاولوا لا شوف عاد تناقض. معليش يا اخي عاد تناقض. انتم ما عندكم واحد البروباغندا تقولوا الجيش اللي يحكم في الجزائر. اوكي نتفق معك. والاخ يقول لك عائله. خليني نكمل. معليش خليني نكمل معك. انا ما تقولش انتوما، انا كنهضر معك. معليش انت سيدي انت انا ما تنهضر بسميت حتى واحد وما معليش يا سيدي. انت محمد هي راك تقول عائله كونيناف تحكم قلت تقريبا 46%. كانت عائله صديقه للرئيس ديال بوتفليقه. شكون اللي يحكم في الجزائر؟ معليش شكون اللي كيحكم في الجزائر؟ هل عائله كونيناف او العسكر في الجزائر؟ سؤال مطروح. لا في الحقبه ديال الرئيس بوتفليقه كان كيحكم خوه وكانت كتحكم العائله ديال كونيناف. تسمى مقتسمين. كتحكم فرنسا في الجزائر الاخ. مانيش نتكلم معك نتكلم مع الاخ ونتكلم معك انت. وصوفيا والرئيس بوتفليقه كان كيقبل اليد ديال الاب ديال كونيناف في الجزائر. وشفت اعطينا دليل مثلا. اعطيني دليل كيف انا اعطيني صوره. اعطيني بلاتي عافاك واحد الدقيقه. انا نسيت واحد الحاجه خويا، انت ساكن في المغرب في الجزائر ولا في خارج الوطن؟ يا وانا جزائري الاخ. انا شوف انا والله حط في هذا التناقض. عائله كونيناف تحكم في الجزائر. يا اخوان ديرنا الكاميرا، بغيت نشوف الكاميرا ديك عافاك. ديرنا ما عنديش لي زابوني انا. هذا الاخ كولاير طبق لي الكونت. معليش هذا راه كونت جديد. هذا راه كونت. شوف هذا كونت جديد. انا كان عندي كونت وما سينالوه لي الله غالب. ما يهمناش. انا مادام ندافع على بلادي نقدر باش عندي افكار ومنها. انا دوك الاخ هذا متناقض. العسكر اللي يحكم في الجزائر اوكي نتفق مع الروايه. الحكم العسكري شوف عندكم في الجزائر. لا اخي دوك فهمونا يا العسكر يا عائله كونيناف. انا نفسر لك عندكم جوج الانظمه في الجزائر. دوك ولات زوج انظمه ماشي نظام العسكري. هو اسمح لي بلاتي راه ماشي ياسر اللي تيهضروا ولا كمال ولا شي واحد اخر. هذا محمد سويطر هضر معاه كيما اش قال هو. شوف عندكم نظام عسكري. اوكي شوف اسمح لي. عندكم يعني تضارب برك. يعني تضارب في الافكار برك. كاين ناس يقولوا نظام عسكري يحكم وكاين واحد يقول عائله كونيناف تحكم برك. يعني نثبتوا خليني الاكاذيب برك. تفضل. خلي لا ماشي اكاذيب. لان عائله كونيناف اللي خرجوها من عندكم جزائريين ماشي مغاربه. لا احنا نسمعوا الروايه يقول لك العسكر اللي راه يحكم. يا شوف تفهموا بين بعضكم. يا العسكر يا عائله كونيناف. كما مثلا كمال يقول لك العسكر والديكتاتوريه. عندكم جهاز عسكري. العسكري يحكم في الجزائر وانت كتقول عائله كونيناف تحكم في الجزائر. يلوك تفهموا بين بعضكم. جهاز عسكري مخبي في نظام حاكم. باش نهضر الجهاز العسكري مخبي في نظام حاكم. ما هو هذا النظام؟ نورمال حيت باش تبان الدوله. حيت اي دوله خصها نظام حاكم. دونك والجهاز العسكري ما يمكنلوش يكون حاكم ويأسس دولة. لذلك من نهار بغات تكون الجزائر تبنات على هذا الأساس هذا ولا لا؟ صبر انا نقول واحد المسألة خويا ابو محمد. انا نقول لك شكون اللي حاكمه في الجزائر ونقول لك بالدليل. اللي حاكمه في الجزائر هي فرنسا. وهنا نقول لك بالدليل. اول حاجة عندكم ثقافة فرنسية وتركتم الثقافة. عائله كونيناف وخليني غير نتكلم لك.
معليش عندكم اسمع، عندكم العقيده الاستئصاليه الفرنسيه هذه عندكم تما في الحكم الجزائري، كاين في قصر المراديه كيحطوها على اي رئيس كيدخل. هاد العقيده الاستئصاليه شنو هي؟ تبني الحضاره الفرنسيه تبنيا تاما وترك ما دونها تركا قاطعا. حتى المغرب يتبنى الحضاره الفرنسيه وترك الحضاره الاسلاميه. وخليني نزيدك ولاش كتمشي، وغير خلينا غير نكملوا لك. نعم، وترك الحضاره الاسلاميه كونها حضاره متطرفه قادمه من الشرق الاوسط، هذه الاولى. ثاني حاجه وخليني نقول لك، ثاني حاجه فرنسا من تتحكم في القضاء الجزائري. انا نمشي لك بعد الاولى للقضاء. علاش؟ لان فرنسا في سنه 1962 خلت لكم اسماء مخله بالعائلات، كم تبون بومدين، هذيك قمديان ولا قمزيان ولا شنو هو، بونيف، بولوسخ والعائلات. خليني غير نتكلم لك لا كاينه بومدين دارتو فرنسا. بومدين ماشي بومدين، خلي بومدين، خلينا غير نكمل لك اقوالك يا الاخ. تا قلت بومدين مثلا، وخلينا غنقولوا لك وانت تتكلم. خويا الله يرحم الوالدين، سد الميكرو ديالك، خلي ليه 3 نعم. من وابريشي. لا هذا ما يجيش نقاش. شوف معليش الاخ، دوك نقول لك الكلمه هذه معليش وراه حتى بومدين راه ماشي سميتو بومدين، بوخروبه. معليش تا قلت كاين بونيف غاسمع. وخليني نقول لك، خليني نقول والله غير خليك تتكلم. وغنأكدوا لك باللي فرنسا حاكمه صاحبي. معليش انت قلت بومدين دارتو فرنسا. ابو مدين الغوث راهو من وقت صلاح الدين الايوبي. كيف مالت تسمى اخترعته فرنسا هذا اللقب ابو مدين الغوث. شكون اللي قال لك ابو مدين؟ شكون اللي قال لك دارت الهواري بومدين دارتو فرنسا؟ انت كنت تقول يا اخي، انت اللي كنت تقول ناصر الشريف. قلت مثلا تبون جمال عبد الناصر هو اللي دار الهواري بومدين، والهواري بومدين هو اللي قاد الانقلاب على ليبيا على السنوسي، هو اللي بغى يقود الانقلاب في المغرب واسقاط الملكيه، وهو اللي باغي يدير الحدود بين الدول المغربيه باش تحكمنا. كانت باغي يحكمنا جمال عبد الناصر عن طريق الجزائر. الشريف شكون قال لك فرنسا؟ فرنسا هي اللي قتلت الهواري بومدين. فرنسا هي اللي قتلت الهواري بومدين. واسمعني ونقول اعطينا دليل باللي فرنسا قتلت بومدين. تفضل اعطينا دليل. ومن قتل الهواري بومدين؟ انت اللي تعرف فرنسا. ايوا ياك الهواري بومدين مات مسموم، لقيتو شكون اللي قتلوه؟ انت قلت فرنسا، ما يهمكش فيا انا. دابا غير قلنا شكون اللي قتل الهواري بومدين، دابا مات مسموم، شكون اللي قتل الهواري بومدين؟ انا عندي روايه اخرى. انت قلت فرنسا، اعطينا دليل. ما تهربليش من سؤالي برك، اعطينا دليل باللي فرنسا قتلت. تفضل. فرنسا غاسمع. دابا انا ملي كنتكلم معاك وخليني انا غنقول لك. دابا عطينا دليل، الدليل انا دابا انا كنقول لك كيف لرئيس نصبته فرنسا من بعد الهواري بومدين ولات حيداتو فرنسا، نصبوه الجنرالات الفرنسيين وزولوه الجنرالات الفرنسيين، هو الشاذلي بن جديد. يعني الهواري بومدين مات مقتول، درتو التحقيقات ما لقيتوش شكون اللي قتلو. الثاني قتل محمد الخامس. انا نقدر نكذب عليك نقول لك حسن الثاني قتل محمد الخامس، لان محمد الخامس لا ما تعرفش الخدمه. ما عنديش دليل. ما تعرفش الخدمه، ما تعرفش الخدمه هو قلنا شكون اللي قتل بومدين، انا نقول لك مات مسموم وانت تقول فرنسا. انا نقول لك الحسن الثاني قتل محمد الخامس. شكون اللي سمم الهواري بومدين؟ ما نعرفش. والحسن ومحمد واسمع ومحمد الخامس مات مقتول. قتلوا الحسن الثاني لانه دار عمليه بسيطه. اعطينا خويا التقرير ولا الصحيفه ولا الجريده الرسميه اللي خرج بها هذا القرار. لا انا شفت كيف قلت لك اعطيني التقرير. راه الجريده الرسميه ديال الجزائر هي اللي خرجت وراه الجريده الرسميه الجزائريه اللي خرجت بها. اخي هذه بشهاده الطبيب اللي دار العمليه لمحمد الخامس، قال لهم درت له عمليه على الانف، عمليه بسيطه. السيد غدوه صبح في القمر ومات في عمره. انا نزيدوك حاجه اخرى. دابا انت غير دخلتي لفرنسا، انا نقول لك غير الحكم الفرنسي. انا ما كيهمنيش بومدين، تاريخ الجزائر ما كيهمنيش. علاش انا بيا هذا؟ لا انا قلت لك انا المثل بالمثل. عرفتي شحال من ملف. واسمع الحسن الثاني قتل وانا ما قلتش لك النقطه نمشيو لقدام. انا جاوبت على الله يخليك لا ماشي انت. حنا بغينا نقولوا له غير الحكم. شوف انا قلت حنا بغينا غير الحكم. شكون اللي كيحكم؟ كاينه غير اسمع منين عندكم حكم مستقل؟ علاش عندكم 12 مليون عائله في الجزائر دافعه في
المحاكم الجزائريه باش يبدلوا الالقاب ديالهم، ووزير العدل في 2016 رفض هذا الطلب كونه بانه اتفاقيه فرنسا في 1961 الشروط المقرره في 19 مارس بان هذه العائلات لا يجب تبديلها كونها عائلات كانت من اولاد الحركه الجزائريه اللي كانوا كيساعدوا فرنسا، من الحركه اللي كانوا يساعدوا فرنسا. كتحرك في الحجره. هو هذا النوع اللي طلع هو اللي هضرنا عليه، اللي دوا عليه هذاك فلسطيني مغربي. اكزاكتومون. الهدف ديالو من يطلع لهنا انه يقول لك الملك محمد الخامس والحسن الثاني اجنده خدامين عليه.